أجرت شقة ليا أنا ومراتي لمدة أسبوع عشان المصيف. الشقة جميلة جدا بصراحة وما فيهاش أي حاجة ناقصة، والأهم من كل ده طبعا إنها قدام البحر مباشرة، ودي ميزة كبيرة أي حد بيتمناها. قضينا لحد دلوقتي يومين بالظبط، بس أنا حاسس إن في حاجة غلط بتحصل. مراتي بقت غريبة شوية وتصرفاتها متغيرة معايا، ما بقتش بتتكلم كتير وعلى طول عايزة تقعد في البلكونة لوحدها تماما. بقيت أسمعها بتعيط فجأة وبدون أي سبب، ولما احاول اتدخل وافهم فيه ايه الاقيها انفعلت جامد من غير داعي، فاقوم مهديها وسايبها خالص وماشي. النهارده بقى اليوم التالت لينا، وانا بصراحة بقيت خايف منها وخايف اتعامل معاها. هي عمرها ما كانت بالشكل ده. انا لسه في الأوضة ومش عايز اطلع. انا سامع صوت بره غريب ومش فاهمه، سامع صوت وشوشة وصوت تكسير بسيط. انا مش عارف اعمل ايه، بس انا لازم اخرج. ومن هنا بقى هكمل لكم انا الحكاية. عمر فعلا خرج من الأوضة ولقى مراته نايمة على ظهرها على الأرض وبتعمل حاجة غريبة قوي. كانت ماسكة في ايديها كوباية ازاز مكسورة وعمالة تاكل فيها، والدم نازل من بقها ومن عينيها، وعمالة تقول كلام مش مفهوم. عمر اتفزع لما شاف المنظر ده وحاول يلحق مراته، بس هي راحت ماسكة الكوباية الازاز دي وضرباه بيها في ايده وعورته. في ساعتها راح عمر باعد عنها وقعد يبصلها وهو مستغرب وخايف، مش عارف يتصرف ازاي. عايز يوقفها عن اللي هي بتعمله، وفي نفس الوقت خايف الا تموته. وفجأة لقاها اغمى عليها والكوباية وقعت من ايديها. عمر اتخلص من الكوباية وخبى كل حاجة ازاز موجودة في الشقة. بعدها فضل جنبها لحد ما فاقت. لما فاقت كانت طبيعية وما كانتش فاكرة اي حاجة من اللي حصلت. سألته في ايه فحكالها على كل حاجة، فردت عليه: انا مش عارفة يا عمر انا بعمل كده ليه. انا مش مرتاحة وحاسة ان في حاجة غريبة بتحصل لي. خلينا نمشي من هنا يا عمر، انا حاسة ان الشقة دي هي السبب. معاكي حق، احنا هنمشي من هنا فورا. خلاص جهزي كل حاجة ويلا بينا. وبعد ساعة كان عمر ومراته مجهزين كل حاجة ومستعدين عشان يمشوا. بس لما جه عمر يفتح باب الشقة مرضيش يفتح معاه، مع انه مش مقفول بأي قفل اصلا. هو ايه اللي بيحصل ده يا عمر؟ انا خايفة. اهدي طيب، انا هحاول اتصرف، انا هكلم اللي اجر لنا الشقة دي. اتصل عمر بيه وفهمه كل حاجة، واتفقوا على ان الراجل هيجي كمان ساعتين يخرجهم من الشقة دي. فضل عمر قاعد مع مراته في الصالة مستنيين، وفجأة سمعوا صوت جاي من الحمام. باب الحمام كان عمال يقفل ويفتح بطريقة مرعبة وغريبة. هنعمل ايه يا عمر؟ هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجة، تعالي نقعد في البلكونة لحد ما الراجل ده يوصل. ماشي. ولسه هيتحركوا وفجأة عمر لقى حاجة بتشده على ورا. مراته اتفزعت وحاولت تشده ناحيتها، بس اللي كان بيشده كان أقوى، فقدر إنه يسحبه لحد ما دخله الأوضة تاني. وبعدها الباب اتقفل. جريت مراته ناحية الباب وحاولت تفتحه بس مفيش فايدة. المشكلة كمان إنها ما كانتش سامعة صوت جوزها خالص، فقعدت تنادي عليه وهو مش بيرد، لحد ما فجأة سمعت صوته بيصرخ وهو بينادي عليها وبيقول لها: علياء، خدي الرقم بسرعة وكلمي الراجل، خليه يجي دلوقتي حالا يلحقنا. واتصلت علياء على طول بالراجل، وأول ما رد عليها قالت له: الحقنا. مين معايا؟ أنا مرات عمر اللي أجر منك شقة المصرف اللي كلمك من شوية وقلت له إنك جاي كمان ساعتين. بس هو ما كلمنيش أصلا. كلمكش إزاي؟ ده لسه مكلمك من شوية قدامي. والله ما وصلني رنة حتى. طب فهميني طيب، ايه اللي حصل؟ علياء شرحت له كل حاجة وقال لها انه جاي حالا. بعد ما خلصت المكالمة قعدت تنادي على جوزها بس رجع تاني ما يردش عليها. حاولت تفتح الباب بكذا طريقة
وبرضه مفيش نتيجة. وفجأة سمعت صوت خبط على الباب. جرت بسرعة ناحية الباب عشان تشوف مين، بس لما بصت من العين السحرية ما لقيتش حد. في اللحظة دي سمعت صوت جوزها بينادي عليها، فسابت باب الشقة وراحت ناحية باب الأوضة وقالت له: عمر انت كويس؟ اه كويس، مفيش حاجة. هو انت حبساني هنا ليه يا علياء؟ ايه اللي بتقوله ده؟ حبستيني ليه يا علياء؟ هو انت عليكي تعملي فيا كده؟ والله ما حبستك، ده في حاجة شدتك ناحية الأوضة دي واتقفل عليك الباب، وانا بحاول من ساعتها ان اخرجك ومش عارفة، بس انا كلمت الراجل اللي اجر لنا الشقة دي وهو جاي حالا. ما تخليش حد يجي. ليه؟ طب وانت هتخرج ازاي يا عمر؟ اتصلي بيه تاني وقوليله اننا اتصرفنا خلاص وما تخليهوش يجي. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عمر؟ انت ما طلبتش مني كده من شوية. مالك؟ هو انت فيك حاجة؟ ما يمكن انا مش عمر اصلا. اول لما علياء سمعت الجملة دي رجعت لورا ببطء وهي خايفة ومظلومة. ما ردتش عليه وسابت الأوضة خالص وراحت قعدت بعيد عنها. اما هو بقى فبدأ يصرخ ويزعق بطريقة غريبة وصوته كان مختلف، وكان عمال ينادي عليها بصوت عالي مرعب، وهي سامعة كل ده ومش بترد، مستنية الراجل يجي يلحقهم من اللي هم فيه ده. فضل الوضع مستمر كده لمدة ربع ساعة، وبعد كده صوته وقف فجأة. مسكت موبايلها وجربت تتصل بجوزها. كان الموبايل بيرن وهي سامعة صوته من جوه بس مش بيرد. قلقها زاد، وكل ما الوقت بيعدي أكتر قلقها بيزيد أكتر وأكتر. بعدها بشوية سابت الموبايل وقربت من الباب تاني وهي بتحاول تسمع أي صوت لجوزها يطمنها بس، وللأسف ما سمعتش أي حاجة. بعد نص ساعة سمعت باب الشقة بيتفتح لوحده. وقفت مكانها وبصت ناحية الباب وهي خايفة وعايزة تعرف مين اللي جه. اللي فتح الباب بقى ودخل طلع الراجل اللي كلمته عشان يلحقه. أول لما شافته قربت منه وسألته: هو أنت الراجل اللي أنا كلمته من شوية؟ أيوة أنا. طب الله يخليك خرج جوزي من الأوضة، هو محبوس فيها ومش عارف يخرج ومش عارفة أخرجه. حاول الراجل إنه يفتح الباب بس برضه ما عرفش، فاضطر إنه يكسره. وبعد ما كسره دخل هو على الأوضة، بس ما كانش فيه أي أثر لعمر. دوروا عليه في كل حتة في الأوضة وفي الشقة كلها بس ما لقيهوش. فين جوزي؟ فين عمر؟ ده كان معايا، اختفى ازاي؟ اهدي طيب وان شاء الله نلاقيه ايه؟ انت بتقول اي كلام. لمحت علياء ان الشباك بتاع الأوضة مفتوح على آخره. قربت من الشباك لحد ما وقفت عنده وبصت منه يمين وشمال، وفجأة شافت جوزها واقع تحت العمارة وميت. جثته موجودة تحته وحوالين منها دم وفي ناس متجمعين حواليها. اتصدمت صدمة عمرها ورجعت لورا وهي بتعيط. بصت على الراجل اللي معاها وقالت له: جوزي مات، جثته تحت. ازاي ده حصل؟ ازاي انت السبب في اللي حصل ده؟ الشقة دي مسكونة صح؟ رد عليا. وفجأة اغمى عليها. ودلوقتي جه الوقت اللي تعرف فيه حكاية الشقة دي. الشقة دي فعلا مسكونة، حصلت فيها من كام سنة جريمة بشعة. كان مأجرها 5 شباب صحاب عشان يقضوا أسبوع من الأجازة فيها ويغيروا جو. وبعد 3 أيام حصلت مشكلة بين 2 منهم واتخانقوا خناقة جامدة وضربوا بعض كمان. وفي اليوم اللي بعد الخناقة واحد من ال2 اللي اتخانقوا مع بعض قرر انه ينتقم، فجاب سكينة من المطبخ وراح للتاني وهو ناويله على الشر. دخل الأوضة اللي كان نايم فيها واللي هي نفس الأوضة اللي اتحبس فيها عمر، وبعد كده طلع السكينة وضربوا بيها في ظهره. فقام من النوم مفزوع وهو بيتألم. ال3 الباقيين سمعوا الصوت فدخلوا الأوضة وشافوا المنظر ده. حاولوا يتدخلوا بس صاحب السكينة هددهم، بس واحد من ال3 قرر انه يتدخل برضه رغم التهديد ده، وحاول ياخد السكينة منه، بس هو اتخانق معاه ورمى السكينة.
وفي لحظة هما الاتنين بقوا قريبين من الشباك، فاللي كان معاه السكينة من قوة انفعاله قام ماسك صاحبه اللي كان بيهديه ورماه من الشباك. الشاب ده اتقبض عليه واتضح انه كان بيتعاطى مخدرات وكان شارب مخدرات قبل المشهد ده ما يحصل بدقايق بس. اما الشاب اللي اتطعن بالسكينة دخل المستشفى وعاش. ومن ساعتها والشقة دي بقى بيحصل فيها حاجات غريبة، ما بقاش حد بيأجرها غير كل فين وفين، وكل حد بيأجرها وبيقعد فيها شوية مش بيكمل باقي الأيام اللي حاجزها وبياخد بعضه ويمشي، يا إما بيموت بطريقة مش مفهومة. الشقة دي من ساعة اللي حصل لحد حكاية عمر حصل فيها 3 حوادث قبل كده على مدار 3 سنين. أول حادثة واحد أجرها لوحده ومن أول يوم مات فيها، لقوه واقع في الحمام وميت. تاني حادثة حصلت مع أسرة مكونة من أب وأم وولدين، الولدين ماتوا في نفس الأوضة دي برضو بدون أي سبب. أما الحادثة التالتة حصلت مع زوج وزوجة وطفل صغير عنده سنة، لقوا الزوج والزوجة محروقين من غير ما يكون في أي أثر لحريقة أصلا، ومفيش حاجة اتحرقت في الشقة غيرهم، ولقوا كمان الطفل عايش. ورغم كل ده الراجل اللي بيأجر الشقة الملعونة دي ما قفلهاش، برضه فضل يأجرها لما يلاقي فرصة مناسبة وهو عارف إنها مسكونة ومش طبيعية. ده غير إنه ما حصلوش أي حاجة فيها لحد دلوقتي. الحاجات الغريبة اللي بتحصل دي مع الناس اللي بتعيش فيها بس أو بتقعد فيها فترة طويلة. بس يا ترى المرة دي هل برضه هتتأجر لناس تانية جديدة وتحصل حوادث وناس تموت، ولا هتتقفل للأبد؟